مرحبا البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. شوفوا هنايا كما راهو باين في الصوره، جبت لكم لي كيش تاع السلق. قبل كل شيء نقول الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدا على بركه الله. شوفوا جبت هنايا فرينه بعد ما غربلتها، حطيت هنا الميزان. وزنت 250 غرام فرينه مع 125 غرام الاخر ماغارين بحراره المطبخ. طبعا اللي حبيتوا يعني يدير واحد كميه اكثر تقدروا تضاعفوا الكميه. ديما نقول لكم هنا على حساب افراد العائله. اللي يحب يعني حب يعني يضاعف الكميه يدير 250 غرام فرينه مع 500 غرام فرينه عفوا، مع 250 غرام ماغارين ذايبه او بحراره المطبخ كما راكم تشوفوا هنايا. نزيد نذكركم انا حطيت 250 غرام فرينه او الدقيق الابيض مع 125 غرام الاخر ماغارين حرارة المطبخ. شوفوا بعد ما وزنت هنايا نزيد هنايا نجيب حبة تاع بيض مع قليل من الماء. قبل كل شيء نحاول ندخل هذيك الزبدة كامل في الفرينة، ندخلها كذا بيدية. ما نساوش كذاك رشة تاع ملح يعني حتى تترمل. ندخل هذيك الماغارين مع الفرينة حتى تترمل مليح. الطريقه هذه راكم شايفينها. صدقيني هذه نوع من العجائن، هذا من انجح العجائن، تجي بزاف يعني بنينه، وتجي كذلك يعني طريه، وتجي في هذيك القرمشه يعني اللي تعطي لها تزيد لها يعني بنه. شوفوا هنايا انا درت وحده تاع بيض ضربتها مليح في بعضها، ومن بعد زدت غير قطره تاع ماء. شوف هذيك القطره تاع الماء يعني عجنت لي لمت لي العجين تاعي. من بعد ما لميته هكذا ما تخليوهاش يعني خليوه يعني عجين طري. نسيي كيفاش نلمو ما نعجنهاش، مجرد ما نلمها. ومن بعد طبعا نديرها في كيس خاص بالطبخ، خاص بالمطبخ، ونحطها في الثلاجه تستراح حتى نوجد الحشو تاعها هكذا بالطريقه. شوفوا ما عجنتهاش شحال جات طريه، يعني هذيك حبه تاع بيض وهذيك الكميه القليله تاع الماء لمت لي العجينه. كما قلت لكم انا ندخلها في الثلاجه ونخليها تستراح شويه حتى نكمل نوجد الحشوه. طبعا الحشو تاعها راح نديرها بالاخر بالسلق كما تشوفوا. جبت هنايا تقريبا 2 مغارف 3 مغارف تاع زيت. نزيد هنايا نحط حبه تاع بصله متوسطه نقليها. بعد ما قليت البصله نزيد هنايا جبت كميه تاع دجاج، تقدروا تجيبوا يعني نص صدر الدجاج قطعوا هكذا مربعات صغار، ونزيدو كذاك نحطوهم نقليوهم مع هذيك البصله. نزيد هنايا 2 فصوص تاع ثوم. بعد ما قليت الدجاج والبصله مع بعض زدت ضفت هنايا قليل من الملح، كذلك قليل من الفلفل الاكحل. هنا ما زودتش يعني درت كميه صغيره، وكذلك توابل مشكله هكذا مغرفه. هذا هما التوابل فقط اللي درت انا هنا استعملت في هذه الوصفه. ونقليهم هكذا مع بعضهم، ومن بعد نجيب السلق هنا بعد ما غليته يعني غليته شويه فقط وضفته هنايا طبعا هنايا على حسب النوعيه تاع السلق اللي عندكم. كاين هذاك السلق القاسي يعني تقدروا تضيفوا قليل من الماء وتخلوه يطيب مليح. وكذلك ما تنساوش السلق يطلق الماء تاعو، يعني نغطيوه ونقصونه ونخليوه يطيب. اذا شفتوه قاسي معاكم يعني النوع هذاك تاع السلق القاسي تزيدوا له يعني نص كاس تاع ماء وخليوه يطيب مليح. ونشفوه، اهم حاجه نشفوه مليح من الماء باش بعدا نديروا هذيك الخلطه ما يطلقناش الماء وما يطلق يعني ما يطلقش كذاك على العجينه اللي درناها. من بعد ما انا طيبت الحشوه تاعي حطيتها وجبت هنايا هذيك العجينه تاعنا نحلها. نسيي كيفاش نحلها هكذا بالطريقه هذه، يعني طريقه سهله بسيطه. طبعا نقول للناس البنات اللي وصلوا معايا حتى لهنايا ما تنسوش اشتراك في القناه فضلا وليس بالامر، واللايك والكومنت. لايك للفيديو باش يوصل اكبر عدد، والكومنت كذا قولوا لي رايكم بكل صراحه، رايكم في الوصفه، رايكم كذاك اللي جربوها نحب نسمع رايهم، كذلك رايكم كامل في القناه. وطبعا مشكورين مسبقا. طبعا هنا شوفوا انا حليتها هنا زياده باسكو هذا البابي كويسو عندي صغير، وهذاك البلا اللي عندي نوعا ما كبير، فالناس يعني خرجت هذاك العجينه شويه باش نقدر باش تجيني على هذاك البلا.
على البلاطو. شوفوا هنايا بعد انا هنا ما نسحقش ندهنها باسكو هذا ما يلصقوش ويطيبوا مليح، ما نسحقش يعني ندهنها ماشي حتى تلصق لي. ونسي هنا كيفاش نسقمها في داخل البلا. طبعا هذيك الزياده شوفوا هنا انا هربت لي شويه، هذيك الزياده نحيها ونزيدها نحطها في هذيك البلايص اللي ما جاونيش، ونسيي كيفاش نعدلها كامل مع بعضها هكذا بالطريقه هذه. ومن بعد ما كملتها نحيت هذيك الزياده كامل تاع العجينه. نقدروا نستغلوها نديروا هكذا غير صغار، يعني نديروا لي كيش صغار في البلاطو في هذوك الطوابع الصغار. ومن بعد ثقبتها مليح هكذا بالطريقه هذه. ومن بعد جبت هنايا 2 حبات بيض، جبت هنا كاس تاع كريم فريش، وجبت كذا رشه تاع ملح وكذا. كل شفتوا الفرماج تاعكم مالح ما ديروش الملح باش ما تجيكوش مالحه، باسكو نعرفوا السرق ما يحبش بزاف الملح. جبت هنايا فرماج مثلثات، تقدروا كذاك تعملوا اي نوع تاع الفرماج متوفر عندكم، يعني ماشي شرط يعني مثلثات. ومن بعد يدك نرحيهم كامل هذيك المكونات نضربهم كامل باش يتجانسوا مع بعضهم بالطريقه هذه. ومن بعد ما تجانسوا نضيفهم على هذاك الخليط تاع السرق والدجاج. فهنا كما كتشوفوا جبت هنايا هذاك السلق، نزيد نضيف هذاك الخليط هنايا. ومن بعد ندخلها للفرن هكذا بالطريقه هذه. وبعد نضيف هذاك الخليط كامل، نسيي كيفاش نوزعه كامل على هذا اللي كيش تاعنا او العجين بالطريقه هذه. وشوفوا هنايا، شوفوا هنا انا خليت تقريبا 1 صباح بعد فيها البيض بعد راح تتنفخ وراح كامل تجينا سوا مع هذيك العجين، يعني يتنفخ. نعرفوا البيض كي نديروه يعني بعد يتنفخ يطلع. شوفوا هنايا بعد انا زدت هنايا فرماج رابي، اللي ما عندوش يقدر يستغنى بطريقه يعني احنا درنا البيض ودرنا فرماج في الماء يعني راح تحمر، ولكن انا زدت لها هنا فرماج ربيع. شوفوا بنتي راه جات تعاوني، قالت لي ماما نعاونك، الله يبارك، وان شاء الله ربي يحفظ لكم وليداتكم، وان شاء الله كامل ينجحهم في هذا الامتحان يا رب الكريم. شوفوا انا شعلت الفور حطيته يطيبوا، شدت لي تقريبا ساعه، يعني درت على فور هادي وخليتها تطيب بالعقل. بعد ما طابت خرجتها، هذه اللي كيش تاعنا اللي تحصلت عليها. شوفوا هناك شحال جات شابه، جات بنينه كذاك، جات سهله، جات كما نقولوا جات قرمش، جات هذيك الحشوه لداخل طريه ما شاء الله تبارك الرحمن. انا درت هنا معاها لاصب، تشوفوا لاصب انا ما صورتها لكمش لان دائما يكون يعني عندي الوقت ضيق، وتعرفوا التصوير يشد الوقت شويه، لان ما صورتش لاصب هذيك، طيبتها مسبقا يعني ما صورتهاش، زدت قدمتها معاها. شوفوا من بعد ما قطعتكم لي كيش، شوفوا هنا كيفاش جات لداخل، صدقوني جات روعه بزاف، بنينه سهله. كذلك نقدروا يعني نديروها في رمشة العين. طبعا هنا يوصل معايا الفيديو نقولوا شكرا على المتابعه، نتلاقاكم في فيديو جديد. السلام ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.